عمرو هيعرف إن وفاء أمه اتهموها ظلم بعد ما ماتت، وإنهم اتهموها في قضية الغفير عبود، وطبعا هيعرف الموضوع ده عن طريق الصدفة، وهيتحرك في الموضوع ده عشان يبرأ ذمة أمه بعد ما ماتت، ويبرأ اسمها وشرفها، لأنهم طبعا خاضوا في شرفها بعد اللي عملوه ده، وخصوصا عجيبة. هيفضل عمرو ورا الموضوع ده لحد لما يكتشف إن عجيبة هي اللي عملت كده، لأنه عارف طرحة أمه إن الطرحة دي بتاعت عجيبة نفسها، وبمجرد ما بيشوف الحرز ده هيتأكد إن الحرز ده بتاع عجيبة، وهيشهد بكده عشان تبقى نهاية عجيبة. فهد بيكون مع المعلمة فايزة وبيقول لها إن ريكو اتقبض عليه، وإن نادر التمساح حط البضاعة في عربية ريكو وغفلهم واتقبض عليه. فالست فايزة بتقول له يبقى اللي حسبته لقيته. فهد بيقول لها إيه اللي حسبتيه؟ هتقول له كنت حاسة إن توفيق ناويلكوا على نية ومحضر لكم مغرز عشان يخلص منكم، فأنا بعت الرجالة قبل ما تتحركوا بالعربيات وخليتهم يبدلوا البضاعة. ما تقلقش ريكو هيطلع منها لما يتأكدوا إنها مش مخدرات. كناريا بتكون واقفة قدام وكيل النيابة وبيدخل عليه التقرير بعد ما بيكون طلب تفريغ الكاميرات مكان واقعة موت أبوها شوقي، وبيتضح فعلا إن فهد ما زقش شوقي وإن العربية خبطته وفهد ما جاش جنبه. فكناريا وقتها بتتأكد إن أختها ولاء بتكذب، ووكيل النيابة بيقول لولاء أنت إزاي شفتيه وهو بيزقه؟ فولاء بتبقى واقفة ومش عارفة تنطق وبتعيط، ووكيل النيابة بيقول لما نشوف بعد ما اتهمتوا جوزك وطلع بريء هيتهمكوا هو كمان ولا لأ. ولما بيروحوا البيت كناريا بتواجه ولاء وبتقول لها بقى انا امشي وراكي واصدقك وتطلعي كدابه توقعيني في جوزي وبسببك هتطلق. فامها بتقول لها مش قلتلك ما تمشيش ورا البت دي هتخرب عليكي. فكناريا بتبص لولاء وبتقول لها يا شيخه روحي منك لله. بعدها غلاب هيواجه عجيبه لانه حاسس ان وفاء ما عملتش حاجه، والمفروض انه بيكون عارف ان الطرحه دي مش بتاعه وفاء، لان مش معقول تكون الطرحه عندهم هما الاتنين وهو عايش معاهم بقاله سنين. فازاي ما شافش الطرحه على راس عجيبه؟ ولما الظابط قال له سكت عشان عجيبة ماسكة عليه زلة، والزلة طبعا لو قالتها لعمرو وفجرتها قدام الناس هتبقى هي وغلاب زي ما قالت له دفنينهم سوا اللي هم أبوه وأخوه، فبالتالي مش هيقدر يتكلم. وكمان ممكن تقول الأسرار القديمة وتقول لعمرو على كل حاجة، وتقول للشرطة كمان على كل حاجة. كناريا بتروح لفهد وبترفع عينيها فيه وبتقول له حقك عليا، البت ولاء هي اللي عملت كل ده وكانت مالية وداني بكل الكلام ده. ففهد بيقول لها وانتي تروحي مصدقاها وصدقتي اني ممكن اقتل ابوكي، صدقتي حته عيله، وكمان بتخرجي من بيتي من غير اذني وبتروحي للتمساح. فكناريا بتقول له انا اسفه حقك عليا يا فهد، البت ولاء والله كانت ماليه دماغي، انت قلبك طيب انا عارفه وهتسامحني، مش انا كناريا حبيبتك. ففهد بيقول لها بعتيني وما صدقتنيش، صدقتي كلام اختك، مشيتي وراها ورحتي عملتي لي محضر، اتهمتيني اني قتلت ابوكي. فكناريا بتقول له انا اسفه حقك عليا، تعالى ننسى اللي فات ونفتح صفحه جديده، انا بحبك يا فهد، وكل اللي حصل ده سود الدنيا في وشي. وبتفضل تعيط وتترمي في حضن فهد. بعدها غلاب هيكون في مواجهة بينه وبين عجيبة، وهيقول لها انت اللي عملتي كده وظلمتي وفاء، اتهمتيها بالباطل طول عمرك وبتكرهيها وما بتحبيهاش. فعجيبة بتقول انا شفت معاك المر 30 سنة، عايشة معاك ولا مرة حسستني اني مراتك، طول الوقت شايفها هي وبتحبها هي، واول ما خلصت من حماد ما صدقت جريت اتجوزتها، واللي وفاء بتقول عليه بيحصل. لكن عجيبة تاخد بالجزمة وتسكت وتشوف بعينيها حبك لوفاء ولابنها اللي مش من صلبك. شفت معاك عذاب وفي الاخر وفاء على الحجر وخلاص. خلاص وفاء ماتت يا غلاب، ما فاضلش غير عجيبة، عجيبة اللي بتحبك وكاتمة سرك. وبتنتهي الحلقة على كده. كان معاكم مصطفى ديشة، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة أول ما تنزل. سلام.